راجل قاعد في وسط حفلة بين أهله، كل أهله حواليه، وفجأة قام معيّط بلا سبب. ما فيش حد ضربه، ما فيش حد شتمه، كان لسه واقف في المطبخ بيشوف عيلته وبيضحك والدنيا زي الفل، وبياكل والناس بتاكل، وفجأة حس إن الحيطان بتقرّب منه جامد جدًا، وقلبه بدأ يدق بسرعة، 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 خرج للشارع وانهار. الراجل ده كان خارج من السجن من ساعتين بس، ساعتين بس، بعد 10 سنين كاملة جوّه الزنزانة، وبعد ما بقى حُر قانونيًا وجسديًا فعلًا يعني، اكتشف إن في سجن تاني جوّه دماغه، هو مش عارف يخرج منه، والسجن ده ما اتفكش. القصة دي هتورّيك حاجة غريبة جدًا، هتورّيك إن الحرية مش لحظة، يعني هي عملية وprocess بتاخد وقت. صاحب القصة دي اسمه جاي ويليامز، وهو عنده قناة موثّقة بنفسه، والقصة دي موثّقة، دي قصته يعني، قناة اسمها Let's Live Life، أوكي، على يوتيوب. كان عنده 17 سنة لمّا مات أبوه. العلاقة بينهم in general كانت مؤذية، طول عمرها من وهو صغير جدًا. أب ما عمروش قال لابنه باحبك بقى ولا كان مصدر أمان، ولا أي حاجة. يمكن آخر خناقة بينهم كانت قبل وفاة الأب ده بأيام. جه قال له كلام وقتها صعب جدًا، وبعد ما جه قال له الكلام ده بيومين 3 تقريبًا، الأب تعب ودخل المستشفى ومات، وجه كان واقف قدامه في المستشفى. يمكن هنا تعرف قد إيه النفس البشرية بتتأثّر. لا عرف يعيّط قدّام أبوه لمّا أبوه مات، ولا عرف يعيّط في الجنازة، ولا أي حاجة. it seems إن هو باين لك كده إن هو يعني مش زعلان، الحقيقة إنه لأ، الحقيقة إن الزعل ده اتحوّل إلى غضب رهيب، والغضب ده ما لقاش أي شكل طبيعي يخرج فيه، فخرج في إيه بقى؟ في الشارع، عنف، سرقة، مخدرات، أي حاجة غلط، أي حاجة شمال. وده ينقلك لنقطة كده إنه هو ما فيش غضب من غير سبب، يعني وده ينقلك لنقطة كده إن ما فيش حاجة اسمها غضب من غير سبب، يعني الغضب في الغالب بيكون قناع لحاجة وراه، وغالبًا في ألم جامد جدًا تحته. لمّا الإنسان ما بيدّيش نَفْسه فرصة إن هو يتعالج، وأنا أقصد مش يتعالج يعني علاج، أنا أقصد يعني إن هو يعالج الجرح اللي جوّاه، الطاقة دي ما بتختفيش للأسف، وغالبًا هتدوّر على طريق تاني تخرج بيه، و و وهنا أنت بتقف قصاد نقطة بقى، يعني الطريقة اللي هتخرج بيها دي بقى إيه، حسب بقى دينك والتزامك وأخلاقك وموقفك وتربيتك، يعني حاجات كتيرة أوي، أوي، أوي هتتحكم إن الغضب ده هيخرج إزاي. كان في باحث اسمه جيمس بن بيكر من جامعة تكساس، عمل تجربة كده في أوائل التمانينات، طلب مجموعة كده من الناس يكتبوا عن أصعب صدمة في حياتهم، 15 دقيقة لمدة 4 أيام، يعني 4 أيام كل واحد فيهم يقعد 15 دقيقة يقعد يكتب عن أصعب المواقف اللي هو واجهها في حياته. النتيجة، النتيجة كانت إن الناس اللي كتبت عن المشاكل العنيفة اللي هي مرّت بيها أو الحاجات اللي مضايقاها، زيارتهم للمستشفى قلّت بنسبة النُص، في حين اللي كتبوا عن حاجات سطحية مش بتمس الغضب اللي جواهم من جوّه يعني، فضلوا يزوروا المستشفى عادي جدًا. والتجربة دي اتكررت مئات المرات وأثبتت إن كتم المشاعر غالبًا والصدمات بيتحول لضرر فعلي، والتعبير عنه بيقل بشكل ملموس. technically هو مع الوقت فقد القدرة على التعبير عن الألم اللي جواه، فهيتحول لشكل تاني، رد فعل أيًا كان زي ما قُلنا حسب كل شخص وظروفه. في حديث صحيح عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إنه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تملك النفس هنا مش القصد الكتمان، لأ خالص، هو القصد إن الوعي بالمشاعر والتعامل معاها بشكل صحيح ما يأثّرش عليك بعد كده، ولا يبوّظ الموقف اللي أنت فيه. بعد 20 سنة من الدخول والخروج للسجن، وخيانات بقى متكررة من أقرب الناس حواليه، وصل لنقطة كده قدّامه فيها اختيارين، واحد إما يهرب للمكسيك ويعيش بقى إن هو خلاص فار من القانون للأبد بقى وهربان، يا إما إنه يواجه الحكم ويواجه المحكمة ويتقبّل إنه ممكن يتسجن 20 سنة. الحقيقة إن كل حاجة كانت جوّاه عايزاه يهرب، بس لمّا قعد يودّع ابنه الصغير قبل الهروب، فِهِم حاجة كده، قال لك هو أنا لو هربت ما أنا هافقد ابني للأبد،
زي ما أبوه فقده للأبد. ولمّا بَص في الاحتمال ده لقى إنه لأ، إن في احتمال يمكن ياخد تخفيف حُكم والّا ياخد براءة ويرجع له بعد كام يوم، فاختار المواجهة. هو الحقيقة مش عشان هو كان قوي، هو اختار المواجهة لإن ده كان تفكير مش فيه، مش في الأنا بتاعته، فكّر في حد تاني، وبالتالي هو هنا إيه، قرر إن هو يبتدي ينحّي نَفْسه من الصورة وما يفكّرش فيها ويفكّر بناس تانية في رقبته. ودي كانت نقطة تحوّل، لإن ابتدى يختار المسؤولية بدل الهروب. يعني الهروب من الاستحقاق ما بيلغيهوش، يعني أنت عليك التزام، فأنت لمّا هربت منّه مش هيلغي الالتزام، هو بس بيأجّله وبيكبّره. هو اتأجّل بس كبر. في علم النفس في حاجة بتقول مركز التحكُّم الداخلي، وده مفهوم لعالم نفسي اسمه جوليان راوتر. بيقول إيه بقى، بيقول إن الناس اللي بتحس إنها مسؤولة عن قراراتها بدل ما ترمي المسؤولية على الظروف، بتكون أقدر على التعافي على المدى الطويل. يعني إيه؟ يعني اللي متعوّد إنه يواجه نفسه بأخطائها ويقول لنفسه أنا غلطت في كذا، غلطت في كذا، مش دايمًا هيقول لأ أنت اللي غلطان وفلان اللي غلطان وفلان غلطان وأنا عمري ما أغلط. هو غالبًا ده بيبقى عنده قدرة على التعافي الحقيقي على المدى الطويل. استنى معايا بقى كده ثانية قبل ما نكمّل. اللي جاي دلوقتي ده مش مجرد تفاصيل القصة، اللي جاي دي هي اللحظة اللي فيها جاي اكتشف إن كل الغضب اللي عاشه في 20 سنة اللي فاتوا كان كوم، والقصة الحقيقية دي حاجة تانية خالص. جاي نقلوه لبرنامج إعادة تأهيل عشان يقدر يخرج. الست المسؤولة عن البرنامج قالت له آآ بُص، عشان هي عارفة الغضب اللي جواه، فقالت له: "اكتب جواب لأبوك واقراه بصوت عالي كده لوحدك وبعد كده قطّعه وارمي." هو الأول قعد يتريق على الفكرة الهطل اللي أنتِ بتقوليه ده وبتاع، ده راجل مسجون وقتّال قُتلا وحرامي تقولي له اكتب جواب واقعد زعّق لنفسك والكلام الفاضي ده. قام في الأول اتريق عليه وخدها على قد عقلها وما عملش. تاني مرّة راح نفّذ الفكرة. بيحكي إن دي أول مرّة يعيّط من 20 سنة، وعيّط كمية عياط هيستيري وهو بيكتب الجواب ده، واكتشف إن الخ إن الجواب فيه كل الألم اللي كان جواه وهو كان مخبّيه، بس ما كانش عارف يخرج. وخرج بشكل إيه زي ما قُلنا، كل حاجة بقى غلط، خيانة، عنف، سمّيها زي ما أنت عايز تسمّيها، بس هو ما عرفش يخرّج اللي جواه، ما عرفش يخرّج الغضب اللي جواه، فضل كاتمه، كاتمه، كاتمه 20 سنة، النتيجة انفجر في الآخر. وهنا دي نقطة تفهّمك إن التعبير عمره ما كان ضعف. يعني هو التعبير غالبًا هو دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تخرّج فيها اللي جواك، لإن اللي جواك ده هييجي في لحظة يتحكم فيك، مش هتقدر تسامح، هيبقى عندك غضب رهيب. آآ زي في قصتنا هنا هو بقى مجرم، يعني هو إحنا رايحين لغاية الextremist بقى، مش مسألة بقى غضب ولا مسألة إن أنا مش قادر أتقبّل ولا إن أنا قادر أسامح ولا حتى أخون، لأ الموضوع وصل لمرحلة تانية خالص. في تكملة البحث بتاعة دكتور بينجبر، لمّا حلّل الباحثين الكتابات بتاعة الناس اللي هم كتبوا اللي مضايقهم، لقوا إن الناس اللي كتبت كلام ذا معنى بتفاصيل يعني، مش الكلام اللي كتبت كَم، لأ كتبت كلام زي الإدراك والفهم وما أعرفش إيه، دول كانوا أقل تردُّدًا عن المستشفى من الناس التانية، لإن هم قدروا فعلًا بشكلٍ ما يعبّروا عن الانفعال اللي جواهم ففرّغوه، قدر يخرّج كل اللي جواه. وبالتالي أنت كل ما تكون واعي بالانفعال اللي جواك، ودي مش كل الناس بتقدر تعملها بالمناسبة، يعني لمّا يكون إنسان فاهم بالضبط هو إيه اللي مضايقه وعارف يعبّر عنه، ده غالبًا هيكون عنده فرصة إن هو يهدى ما يدخلش في مرحلة انتقام. كان في شخص سيدنا محمد كان بيقول إن هو من أهل الجنة، ف وده كان صحابي اسمه عبد الله بن عمرو، ولمّا الصحابة فضلوا يلفّوا حواليه عشان يعرفوا هو يعني هو ليه هيخش الجنة يعني؟ إيه اللي بيعمله زيادة عننا؟ هو actually لقوه أصلًا أقل، يعني لقوه هو يعني كقيام وقراءة قرآن ومش عارف إيه، لأ هو أقل منهم، لإن هو بقى إيه، كان شديد التسامح. يعني هو كان عنده القدرة رهيبة إن هو ينام بالليل كل يوم مسامح اللي قدّامه عن أي حاجة هو عملها، وده شيء صعب جدًا، صعب جدًا بالذات مع التراكمات، بالذات مع راجل زي ده، 20 سنة يعني لأ، هو ده شايل جواه كتير، صعب جدًا تطلب منه إنه يسامح بين يوم وليلة، صعب جدًا.
الحقيقة إنه لمّا خرج من السجن ما كانش دي نهاية الحكاية، هو خرج من السجن وهو فاكر نفسه إن هو اتغيّر وإن هو تمام وإن هو لمّا عيّط مع الرسالة اللي كتبها للست وعبّر عن نفسه وبتاع الموضوع خلص كده، بس هو لأ، ما حصلش. هو أول يوم أصلًا خرج فيه من السجن ركب أوتوبيس، كان شايل شنطة والشنطة دي كان فيها بيرة والبيرة مسموحة في أمريكا عادي، فشاف ضابط بوليس في الأوتوبيس، خاف وبقى عايز يستخبى منه، يعني هو لسه مش قادر يتخيل إن هو برّه وإن هو مش شايل حاجة غلط، بعديها بساعات حصل له حادثة انهيار اللي حكيناها في أول القصة إنه انهار ومن غير سبب، مع إنه كان في وضع آمن وأهله حواليه وكل حاجة، بس جسمه وعقله لسه متبرمجين إن هو مسجون ولسه عايش في نظام السجن. وده مش هيتفك يعني عشان الباب اتفتح خالص، لأن الحرية في حد ذاتها دي process وsteps جاية ورا بعض، مش لحظة وهتعدي. يعني في مفهوم في علم النفس اسمه النمو بعد الصدمة، يعني اللي هو post traumatic growth، يعني إن هو أنا بيحصل لي نمو بعد ما اتصدمت. بيوضح إن التعافي ده عمره ما كان خط مستقيم، يعني في دايمًا تراجعات، وخدوا بالكم إن الكلام ده ممكن يتطبق على أي شيء بقى، مخدرات، خمرة، إدمان من أي نوع، تروما من أي نوع، حتى لو أنت بتتعافى من حاجة مضايقاك بقى لها فترة طويلة وشايلها جواك، مش هتقدر تفضل ماشي بشكل linear كده لفوق، 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 لفوق وتتعافى، لأ، هييجي عليك لحظات هتفتكر حاجة مضايقاك فهتعمل هتنزل لتحت، هيحصل موقف هتروح شارب. الفكرة هنا بتقول إيه، إن أي أعراض هيمُر بيها البني آدم في فترة التعافي هتفكّره باللي فات، غالبًا هتعمل drawback وهيرجع لورا step، ويعني في ناس تقدر ترجع تاني وفي ناس ما بترجعش. ف يعني الحقيقة إن G Williams مش بطل، يعني هو نَفْسه قالها بصراحة، قال لك أنا عملت حاجات مؤذية كتير في حياتي، وعملت حاجات وحشة جدًا في حياتي قبل ما يتغيّر، بس اللي يخلّي القصة تستاهل تتحكي إنه اتغيّر على مراحل وكل مرحلة كانت قرار، يعني هو ما اتغيّرش كده خبط لزق، لأ، كل step كان بيتغلب على نقطة في نَفْسه، والأهم بقى إنه واجه المشاكل دي وما هربش، واتعلم إنه ما يكتمش. السؤال المهم اللي أنت تفكّر فيه دايمًا، هل أنت عايش حُر؟ وهل في حاجة مضايقاك أو في قرار صغير أنت محتاج تاخده عشان تبتدي تعيش بشكل حقيقي والّا لأ؟ والّا أنت مأجّل المواجهة؟ أشوفك القصة الجاية.